كيفاش يقدر المغرب ينظم كأس العالم بلا ما يخسر الفلوس؟ تبع معايا حيت كاينين واحد جوج ديال البلانات مهمين، انا متاكد انك ما غاديش تكون عارفهم ومزيان تعرف. كلنا عارفين ان في 2030 المغرب غادي ينظم واحد التظاهره عالميه كبيره اللي هي كأس العالم، وعارفين ان كأس العالم باش يتنظم في شي بلاد كيحتاج واحد البنيه تحتيه وملاعب من المستوى العالي. فكيفاش يقدر المغرب يستافد من جوج ديال البلانات او جوج ديال هاد النماذج اللي يخليوه ما يصرفش بزاف ديال الفلوس او ما يصرفش الفلوس بصفه نهائيه؟ تبع معايا. اول نموذج كيتسمى البوت اللي هي بيلد اوبريت ترانسفير. طبيعه الحال هذا النموذج هو عباره على ان شركات هما اللي كيتكلفوا بناء المشروع وهما نفسهم اللي كيستغلوا المشروع ومن بعد كيسلموه الدوله. طبيعه الحال هذا بناء المشروع كيتم من الكلفه الخاصه ديال الشركات اللي حتى هي كتستغلوا باش كترجع فلوسها وكتربح الفلوس وعاد كتسلموا للدوله باش في اخر المطاف كيولي ديال الدوله. اما البلان الثاني اللي هو بابليك برايفت بارتنرشيب هو عباره على تعاون او شراكه ما بين الدوله والشركات الخاصه اللي كيتقاسموا فيه الارباح وحتى المسؤوليات او المخاطر. بهاد جوج النماذج المغرب يقدر يبني طرق، فنادق، ملاعب بتمويل خارجي بلا ما يقيس الميزانيه العامه. وهاد جوج ديال النماذج ماشي غير حل، ولكن هذا هو المستقبل اللي غادي يولي عباره على اتفاقيات ما بين الدول والشركات الخاصه. وفي نظرك انت واش هاد البلان مزيان؟ ما تنساش بارطاجي هاد الوريد، خلي لي كومونتير لتحت ونتلاقاو في الريل الجاي. السلام عليكم.